الحب ما ينتهي بقرار انكتبه بورقة ونوقع عليه. الحب ينتهي من نعيش موقف يهد كل شي بيننا، من ننطر روحنا ونرجع فارغين. مساء الخير. مرات الحب ينولد بالغربة، ومرات الحب ينولد بحضن الوطن، لكن مرات ينولد من أكثر مكان ما كنت تتوقع. كانوا يقولون إن الحب ينهي الحروب، بس شنو يصير إذا الحب نفسه يتحول لحرب؟ شنو يصير إذا كنت تحب إنسان وهذا الإنسان نفسه اللي واقف بوجهك مو بكلمة ولا بفكرة، بسلاح؟ راح نعرف اليوم شلون ممكن أقسى القصائد تنولد من أحن القلوب. الشاعر الفلسطيني محمود درويش وريتا الإسرائيلية، واسم ريتا هو اسم رمزي استخدمه محمود درويش بالقصائد، واسمها الحقيقي هو تامي، بنية يهودية من أصل بولندي. كان درويش أحد أعضاء الحزب الشيوعي الإسرائيلي اللي اختلطوا به العرب واليهود بذاك الوقت، وكان يشتغل محرر صحفي بالحزب. هو فلسطيني وهي يهودية صهيونية، وبوقت كانت العلاقة بين العرب واليهود مثل الصوف والنار. اللقاء الأول مع ريتا كان خلال حفل ثقافي. كانت ريتا مهتمة بالفن والأدب، كانت تتكلم اللغة العربية بشكل كافي. التقوا خلال الحفل وحبوا بعض، ودرويش كان يعرف انه هي يهودية بس ما يعرف انه هي صهيونية. واذا ما تعرف شنو الفرق، اليهودي هو من يدين بالديانة اليهودية، اما الصهيوني هو اللي يدعم الايديولوجية الصهيونية اللي تأيد تأسيس حكم يجمع شتات اليهود من كل العالم لاستيطان ارض فلسطين بالقوة. حباها درويش، كتب لها لما لاموا الناس على حبها: اني احبك رغم انف قبيلتي ومدينتي وسلاسل العادات، لكنني أخشى إذا بعت الجميع تبيعينني فأعود بالخيبات. كان يكتب عنها وهو يعرف أن حبه ممنوع، بس بغى يكتب وظل يحب وكأنه يريد يطبع وطنه على جبينه. ظلوا يلتقون ببيروت مثل أي اثنين عشاق، بس ريتا كانت تعيش حياة ثانية. ريتا كانت تخضع لتعليمات عسكرية من المخابرات الإسرائيلية، وهو كان يشك بالموضوع بس قلبه كان يسكت عقله. وبعد فترة شافها، بس هالمرة شافها لابسة زي عسكري وواقفة على نقطة تفتيش شايلة بندقية وتفتش بنات بلده. وهاي اللحظة كانت مثل الرصاصة بصدره. بهاي اللحظة قال: شعرت بأن وطني احتل مرة أخرى. وكتب هواي قصائد، ومن ضمنها: إنا حملنا الحزن أعواما وما طلع الصباح، والحزن نار تخمد الأيام شهوتها وتوقظها الرياح، والريح عندك كيف تلجمها وما لك من سلاح إلا لقاء الريح والنيران في وطن مباح. وممكن يكون درويش اختصر هواي قصائد لما قال: ربما لم يكن شيئا مهما بالنسبة لك يا ريتا، لكنه كان قلبي. انتهت ريتا وبدأ الوجع، لأن شعور الانتماء عند درويش أكبر من شعور الحب. الحب ما ينتهي بقرار انكتبه بورقة ونوقع عليه. الحب ينتهي من نعيش موقف يهد كل شي بيننا، من ننطر روحنا ونرجع فارغين، من يبرد حضن كنا نحسه وطن، من تعيش موقف يخليك مصدوم وعينك تستحي تبكي. وهاي القصة هي درس تخلينا لازم نعرف من البداية نهاية حبنا شنو. مع السلامة. جاءت معذبتي من غيها بالغسق، جاءت معذبتي من غيها بالغسق،